مين؟ عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حبيبي انت عامل ايه؟ تمام. في حاجة يا وائل ولا ايه؟ كنت عايز اتكلم بس مع حضرتك كلمتين كده. كلمتين؟ اتفضل يا ابني. اتفضل يا ابني. كنت جاي اتكلم مع حضرتك كده في موضوع حضرتك طبعا زي والدتي. اتفضل يا ابني اتكلم. بصراحة كده كنت جاي اتقدم لسهيلة بنت حضرتك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عادي، هي بتهزر معايا وانا بهزر معاها وحاسس ان في قبول ما بيننا يعني. ايه؟ اتهبلت ولا ايه؟ وعشان بتكلم معاك وبهزر تيجي تتقدم لي؟ تعبيط؟ انت بتستعبط؟ ازاي انت تبص لبنتي ولا زي بنتي تبص لك انت؟ ده انت من كلمتين دي بتدخل لك ميه. انا مش قصدي، انا جاي داخل الباب من بيته، انا مش جاي واحنا ما يشرفناش ان احنا ناخد واحد زيك. ده انت حيالله امن تحت. الحقي سهيلة. بس يا ما خلاص، بقول لك ايه، شكلك كده اتجننت ولا خدت رسعة شمس. انا مش عايز شكل عمارة تاني، الموضوع انتهى. انا همشيك من العمارة دي ومش هقعدك فيها تاني. عشان اتجرأت ودخلت بيتي خبطت تطلب بنتي. هي مش مستاهلة كل ده. لا مستاهلة. ده انت قاعد مش عارف تقول كلمتين على بعض. بس يا امه دي بقى شكلك ايه ده؟ نفسك نفسك، انت حيالله بواق. انت لسه قاعد؟ يلا اتفضل من غير ما تقول. الحقي باشا بتوع الامن كمان اللي يبصوا لك. شكله نسي نفسه خالص يا ماما. نعمل معاه عشان ايه يعني ده؟ بقول له وانا طالعه ولا نازله ازيك عامل ايه هيتهبل. ما عشان انت اللي عملتي كده، كل واحد تستغلبيه تطبطبي عليه تراضيه هما تعملي له. كلمتين مشيه من البيت، انا قلت لك اللي عندي. انا همشيه. ايه ده؟ الجراء ان يطلب بنتي يخرب بيته بالسنين وباشا بتاع الامن كمان. ماما ايه يا حبيبتي؟ الحقيني يا ماما والنبي يا ماما، وانا جايه دلوقتي من بره في ناس اتلموا عليا وكانوا عايزين يخطفوني. ازاي؟ زي ما بقول لك كده، والباب اللي تحت البيت ده هو اللي اتخانق معاهم وانا طلعت جريت على فوق. تعالي وريهم لي. ايه اللي حصل ده؟ مفيش، ده شوية عيال كده مالهمش لازمة أصلا ومش هتعرضونا تاني، أنت عارفة الأستاذة غالية علينا إزاي يعني. لسه يا ابني بتفكر في الموضوع ده تاني؟ أنا فعلا بحبها، وبعدين أنا بحضر ماجستير وبدرس في الجامعة وأنا لسه بدرس وبشتغل عشان أحقق ذاتي، اللي هو إن أنا بشتغل وبدرس وفي نفس الوقت لما أحضر الماجستير ده جالي شغلانة حلوة برضه. أنا مش دبلوم ولا مؤهل متوسط ولا الكلام ده كله. انت بعد الموقف اللي انت عملته مع بنت الشهامه دي انا فعلا ارتحت لك نفسيا. ربنا يخليك. وانا يا ابني هنفكر في الموضوع واخلي بنتي تفكر في الموضوع واتكلم معاك. ولا انت ايه رايك؟ ايه اللي انت تشوفيه يا ماما؟ ما اقدرش اقول حاجه بعد كلامك. ماشي يا ابني؟ ماشي. هشوفها ايه اللي في دماغها واتكلم معاها وارد عليك. وان شاء الله يكون في خير وفي نصيب. ان شاء الله. وشكرا قوي 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 على الموقف اللي عملته معاها. ما عنديش غيرها وبخاف عليها من الهوا الطاير حبيبه قلبي. انا بحبها دي عشان كده عملت كده. ربنا ولا اي بنت في البلد كنت هعمل كده. عشان انت بتحبها بقى ما تستعبطش بقى. عشان بيحبك عمل كده.